شوف انا ما عنديش مشكله لو داخل تفاوض كبير ان انا اقعد مثلا افكر له 3 ايام او اسبوع. تخيل 3 ايام بتفكر بس. بفكر ليه. 90% من نجاحك في التفاوض مش انك هتدخل جوه تعمل ايه، انت هتخطط وتعمل بريباريشن للتفاوض ازاي. كل ما كبر حجم الديل وتفاصيله كترت كل ما محتاج مننا تفكير اكتر، لان في حاجه الناس الشاطره في التفاوض عارفاها كويس جدا. التفاوض بيخليك ترسم كل السيناريو من اوله لاخره من قبل ما تقعد مع الطرف الثاني اصلا انت هتتفاوض معاه. تعرف كده؟ طب نيجي بقى للسؤال المهم، هو انا اعمل بريباريشن ازاي؟ يعني احضر ايه بالظبط؟ لازم تكون عارف الطرفين، انت والطرف الثاني، عارف كل حاجه عنه. انت تكون عامل لنفسك 3 حاجات مهمه قوي. الحاجه الاولى، ايه كل الريسورسز المتاحه حواليك، حتى لو كانت حاجه بسيطه وصغيره ما تستهترش بيها. ايه الاوبشنز اللي مديها الشركه، إيه اللي في جيبك وانت رايح تتكلم مع الكاستمر بتاعك. والحاجات دي لازم تنظمها بشكل فيه MDO اللي هو اعلى حاجه انت عايزها من التفاوض، واسوأ سيناريو خالص ممكن تاخده من التفاوض اللي هو الليست اكسبتبل بالنسبه لك. بقى عندك كده ايه، بقى عندك مساحه في جيبك، حاجات منظمها، حاجات تبدا بيها وحاجات اخر حاجه خالص تنتهي بيها. طب الطرف الثاني، لما تيجي على الطرف الثاني لازم تسال نفسك ايه النيدز بتاعته، ايه البريفرنسز. هم العملاء شبه بعض؟ هم كل الاكونتس عايزين نفس الحاجات؟ طبعا لا، ناس مختلفه عن بعض تماما، وكل اكونت بيدور على حاجات مختلفه عن الاكونت الثاني. فانت تعمل ايه؟ اعرف كل النيدز المطلوبه في المكان واعمل لها عمليه برايورتيزيشن. شوف مين قبل مين قبل مين. في ناس على فكره اكتر حاجه تهمها ان يبقى الموضوع كريدت، في ناس اكتر حاجه تهمها الكواليتي ويكون براند، في ناس اكتر حاجه تهمها الديسكاونت الفلوس. فالطلبات مختلفه، فانت اعرف ايه اهم حاجه شغله الاكونت ده، واسال نفسك برضو سؤالين معاهم مهمين جدا. الراجل ده او الاكونت ده لما بدا معاك بالتفاوض بالشكل ده MDO، ده اعلى سيناريو هو عاوزه. طب اسوأ سيناريو بالنسبه له ايه؟ لو عرفت الحاجات دي انت كده جاهز انك تقريبا تكتشف منطقه مهمه جدا في التفاوض اسمها الزوبه. ولو بدات تتوقع الزوبه غالبا التفاوض بدا يبان ملامحه، وبدا يبان انك هتوصل فعلا للديل اللي انت عاوزه. مفيش تفاوض من غير بريباريشن وتحضير واجابه للاسئله دي وانت داخل اصلا التفاوض.